ده بيت المتوفي؟ امال يعني مش سامع لا اصوات ولا سبعي ولا ضبعي. هو المرحوم كان فقير دقه يبقى يستاهل. ما دام فقير وكحيان يبقى خساره فيه عدم المؤاخذه. اللي معاه قرش بيسوى قرش، واللي ما معاهش قرش اسفص عليه. عندك حق يا معلم. انت راجل عبقري فيلسوف. قول لي بقى، نعم. هو فين المتوفي؟ انا ايه؟ انا انت مستعطي حاجه يا سيدنا الافندي؟ انا المتوفي، انا المنتقل الى رحمته تعالى. انا عارف ان نمره 13 دي منيله على عينها. بقى انت الميت؟ ميت ازاي وانت صلاه النبي اهو يعني زي الحصان؟ وانا يعني الميت ده لازم يكون جثه هامده؟ امال يعني جثه ناطقه؟ في ناس كتيره معلمي محسوبين احياء وهم في الحقيقه اموات. واحد محروم من العطف والحنيه ده بيعتبر ميت. انسان ما شافش في الدنيا غير الجحود والنكران وعايش على هامش السيره برضه ميت. واحد ما بيخدمش وطنه يبقى برضه ميت. في اموات كتير قوي يا معلم بالشكل ده. ايوه بس الحاجات دي مش تبعنا. انا ما اعرفش اشتغل في حاجه صاحيه. ما انا هموت بعدين. وبعت لي مقدمه ليه؟ اعمل لك بروفه. علشان نتقاول وادي لك عربون واخد منك وصف. ولا انت كمان عاوز تحجز عليا؟ قول لي بقى. يا سلام يا سلام على نظافه ذمتك. ما هي دي اللي جابت لي الكافيه. ازاي؟ تحب بقى تتفرج على الالبون؟ البون؟ انت عامل البون؟ امال اتفضل نقي الخشبه اللي تعجبك. حاجب محسوبك حنوتي المدير نازل. كل سنه اعمل تجديد في الصنعه. زي بتوع الفساتين تمام. مره شوال ومره تحت الركبه ومره كده ومره كده. معقول. ايه ده يا معلم؟ دي خشبه دي ولا صاروخ؟ برافو على ذكاوتك. هي معمولة على شكل صاروخ، اسمها الخشبة الصاروخية. ايه ده؟ ودي خشبه احمر وازرق واخضر واصفر. دي بتطل لايت يعني تولع وتطفي زي السيمة تمام. على كده بقى فيها اور كونديشن تكييف هوا يعني. ولا كلمة. قول لي انت ايه هتموت ليه؟ عزرائيل بعت لك انذار؟ لا انا اللي بعت له. يا فندي خد لك دش. اقل له ما تروحش القرافه وانت مسطول. انا يا اخويا لا مسطول ولا اسطول. بالعربي هنتحر هموت نفسي. ليه؟ انت بتاكل بالدين؟ لا باكل بالجسد. انت متجوز؟ انت هتحقق معايا بقى. انا خلصت كده ومفيش غير كده. ليه كده يا ابن الحلال؟ انا محبب عليا انك تموت واستنفع منك، لكن تموت موتة ربنا احسن. زي بعض. انت لما تكون ساكن في بيت ومتضايق منه مش بتعزل تروح بيت تاني؟ اعزل لو كان البيت قايل للسقوط. انا حياتي كلها قايله للسقوط. كل شيء بيسقط من حواليا، المبادئ، المثل،
ناس تصور من يوم ما ربنا خلقني وانا رزقي واسع جدا في المصائب. ابتلاني ربنا بداء السوء، انتقد الذوق السخيف، ابين للغلطان غلطته، عملت نفسي ناصح امين لكل الناس، فكانت النتيجه ان انا اصبحت عدو الناس رقم واحد. ولما انت عارف ان لسانك زفر، الكلمة الحلوة تفتح لك الابواب المفتوحة. ما اقدرش اروح فين من ضميري؟ ده انا عليا ضمير يا معلم، يحاسبني على الكبيرة والصغيرة. على كل حال يا معلمي خلصني بقى يلا. انت برضه مصمم؟ مصمم. يا ابن الحلال طول بالك على عمرك شوية. لو كنت مزنوق في قرشين خدهم من واحد صاحبك، انت مالكش صحاب. صحاب؟ حد خرب بيتي غير الصحاب؟ اصحاب الايام ده اصحاب منافع، اصحاب مصالح. انا في يوم من الايام كان عندي 200 جنيه كنت اقدر اعمل بيهم شغلانه، اشتري بيهم اسهم من الحانوت بتاعك مثلا. ايه تشتغل حانوتي؟ وماله هو الحانوت شيء بطال؟ ده شيء ضروري. الناس تقدر تستغنى عن كل حاجه الا 3 حاجات: الاكل واللبس والموت. دول مضمونين 100%. شوف يا معلم، انا ما رضيتش اشتغل في اي شغله طبيعيه لان عندي ليسانسيه اداب. وليه ما اشتغلتش في بوليس الاداب؟ ما دي حاجه ودي حاجه.